الولد صحي من النوم لقى المدرسة بقت صغيرة قوي، افتكر انه بيحلم بس فهم ان الموضوع حقيقي، خدها على المطبخ عشان يفطرها. فجأة ابوه دخل عليهم، اتوتر فحطها في الزبدة وغطاها بحتة عيش. الاب مسك السكينة وكان ناوي يقطع السندوتش. الولد خاف وخطف السندوتش وجري على المدرسة. المدرسة وهي في الشنطة كانت بتزعق له وتهدده، اتضايق ورماها في سلة الزبالة، بس لما شاف عربية الزبالة جاية رجع جابها تاني. في المدرسة غسل هدومه ونشفها بالسشوار. كان عندهم امتحان حساب، اتفق معاها لو ساعدته يحل هيرجعها لحجمها الطبيعي. خباها في المقلمة وهي غصب عنها كانت بتقول له الإجابات. واحد اسمه توم شك فيه وافتكر إنه معاه موبايل وهدده يبعت له الإجابات. بعد الامتحان خرجها تاخد هوا لقاها متبهدلة بالحبر، فقرر يجيب لها هدوم جديدة. وهو ماشي خبط في زميل ليه ووقع. المدرسة اتخبطت وأغمى عليها، رش عليها مية عشان تفوق. الزميل شافها وقرر يساعده. لما النتيجة ظهرت الولد خد درجتين وتوم خد صفر. طلع إن المدرسة لعبت بيهم هما الاتنين. توم افتكر إن الولد غش وفتش شنطته ولقى المدرسة الصغيرة، خافت جدا. توم افتكرها لعبة بس لما شاف توتر الولد قرر ياخدها معاه، حطها في شنطته وروح. المدرسة كانت متضايقة وبتحاول تهرب تاخد نفس، لكنه مسكها ولما فهم إنها كانت السبب في إنه يسقط وشه اتغير خالص.